عزيزاتي الانثى، الفيديو دوت بالذات موجه للبنات عشان انا عايز افهمهم حاجه مهمه قوي. هو ليه احنا كرجاله عندنا رغبه كبيره فيكم قوي كده؟ يعني ليه عايزينكم قوي كده؟ انا متاكد 100% اللي انت اصلا مش عارفه الراجل بيعمل كده ليه. لان انت بنت، لازم تعرفي ان البنت مختلفه تماما عن الراجل. الراجل ده كوكب تاني والبنت دي كوكب تاني، فانت مش هتفهمي حاجه غير لما واحد زيي يجي يفهمك. قبل ما ابدا الشرح انا عايز افهمك حاجه مهمه قوي، ان الراجل اصلا مادي وحضرتك معنوي. يعني ايه راجل مادي وست معنوي؟ اولا الراجل بيتحفز بعينيه، والراجل اصلا بيميل للماده بطبيعته. يعني الرجاله دول ناس بسيطه قوي. الراجل ممكن علشان يحبك تلبسي له كويس، شعرك يبقى لون معين، جسمك يبقى حاجه معينه، وممكن لو واحده مبينه جزء من جسمها ينجذب ليها قوي. لكن انتوا مش كده خالص، انتوا عايزين حاجات اعقد من كده بكتير. يعني ما ينفعش مثلا انا راجل اروح لواحده وما اعمل لها كتف كده، مش هينفع. هتديني بالقلم وهتضربني بالشبشب وهتجرسني في الشارع كله. اما احنا بقى كرجاله ايه المفروض نعمل ايه؟ اولا انت اصلا بتنجذبي للجزء المعنوي مش المادي. يعني هو الشكل مهم وكل حاجه، والراجل بتحبيه يكون امور وشكله كويس والشعر ما اعرفش ايه، لكن دي حاجه ثانويه او دي حاجه اوليه بس بتجذبك ليه. بعد كده بتشوفي شخصيته حلوه ولا لا، وبعد كده بترميه في الزباله. ايه هي بقى الحاجات المعنويه اللي الست بتحبها في الراجل؟ يعني مثلا ان يكون دمه خفيف، ذكي، مثقف، بيعرف يتكلم، او بتحبه. لان خلي بالك الغايه الاولى عند النساء هي الحب مش السرير خالص. احنا كرجاله اولا السرير ثم الحب، لان ربنا خلقنا كده ودي حاجه ما تعبناش. تعبنا امتى؟ لو انت بتستخدمها في الحرام وعمال تتحرش بالبنات في الشارع، يبقى ساعتها كده تعيبك. لكن انت لو مش كده يبقى انت راجل وسيد الرجاله وما تخليش حد يقول عليك كده. فاحنا دلوقتي متفقين ان الست هي كائن معنوي، كائن عاطفي. لما اقول عاطفي ما اقصدش ان عاطفي بزياده او عاطفي فقط، لكن في شيء من العاطفه. يعني حضرتك باختصار كده عشان تحب راجل اولا لازم تشوفيه حاجه كبيره او خيالك يتحفز بيه، تفضلي تفكري فيه كده ان هو حاجه جامده. ثانيا انه يحميكي تحسي بالامان معاه، وثالثا انك تكوني بتحبيه او انت مرتاحه معاه. لكن الراجل بقى مش كده. الراجل زي ما تقولي كده هو حياته اصعب شويه. اصعب ازاي؟ انا هقول. الراجل حياته اصعب لان الراجل اصلا مادي وانت معنوي. احنا شرحنا قبل كده الجزء المعنوي دوت معناه ايه. يعني دم خفيف، الذكاء، ويكون مثقف، انه بيعرف يتكلم، الحاجات دي يعني. لكن الراجل بسيط، ابسط من كده بكتير. انه يشوفك مثلا لابسه لبس معين، لابسه لبس ضيق في الشارع، ده حاجات هتثيره. لان الرجاله ناس بسيطه قوي. يعني بمنتهى البساطه انت لو شفتي راجل وسيم مش هيبقى بنفس تاثير لو واحده جمالها متوسط بس لابسه لبس مكشوف. خليني بقى اقول لك حاجه دلوقتي تثبت لك ان حياه الراجل اصعب منك بكتير في حته الشهوه دي. هتقولي لي ازاي؟ انا هقول لك. لو انت مثلا قاعده تقلبي في التليفون، في السوشيال ميديا، على التيك توك، بتشتري حاجه وظهرت لك واحده مثلا لابسه لبس عريان، او شكلها مثلا حاجه معينه، او مثلا شعرها عامله لون معين ناعم، خشن، كيرلي، ايا يكن، انت مش هيهمك قوي. يعني ممكن اقصى حاجه بالنسبه لك انك تقولي ممكن اجرب تسريحه الشعر دي، فاللبس دوت هيبقى عليا احلى. على فكره البت دي معفنه، مش لاقي عليها اللبس ده. لكن الرجاله بقى غير. الراجل كل ما يقلب ممكن شهوته تثار بسهوله. يعني لو قابل واحده شهوتها هتثار، لو قابل واحده مثلا كفن شهوتها هتثار برضه. لو مثلا واحده قعدت تتدلع بطريقه معينه برضه شهوته هتثار. عشان كده حياه الرجاله في الحته دي بالذات اصعب بكتير من الستات. حتى انت لو شفت رجاله وسيمه على النت مش هيبقى بنفس القدر دوت. لازم اولا تشوفي هو بيتكلم، تشوفي شخصيته عامله ازاي، ذكي، مثقف، دمه خفيف، اي حاجه معنويه. لان الست بتحب الحاجات المعنويه، الحاجات الغير حسيه، لكن الراجل الحاجات الماديه. عشان كده ده بيخلي حياته اصعب منك بكتير. عشان كده انت مثلا تكوني مستغربه هو انا ليه مثلا لما اكون لابسه لبس معين الرجاله بتفضل تبص لي وتضايقني. طبعا مش ببرر الموضوع ده غلط، لكن انا دلوقتي بشرح لك عشان ما تبقيش كده ماشيه في الشارع ومش فاهمه حاجه. ده مصلحتك على فكره، ده مصلحتك. وده لان الراجل مادي وبسيط جدا، هو بعينيه لكن انت بودنك. يعني الراجل اللي بيجذب لك بسهوله وانت لابسه لبس معين. لكن عشان تنجذبي بالراجل بقى وتعيشي معاه قصه الحب والتبقى معجبه بيه قوي، زي ما قلنا طريقه كلامه، شخصيته، لازم اولا يقول لك كلام يعجبك، يقول لك كلام حب يعني عشان تنجذبي ليه. فهو ربنا خلق النظام ده كده. الراجل بيشوف البنت اللي عاجباه فيروح يكلمها، فالبنت اصلا بودنها فهي تعجب بيه. في حاجه كمان لازم تعرفيها، ان شهوتك بتيجي
من هنا من عقلي. انا قلت لك ليه المعنوي هو مادي، لكن شهوه الراجل بتيجي من، انا اسف في الكلمه يعني، من تحت. انا مش هوضح اكتر من كده، وده بيخلي الموضوع بالنسبه له مؤلم قوي. يعني الراجل فعلا البنات بالنسبه له زي الاكل والشرب، ما يعرفش يقعد من غير واحده. عشان كده انت لازم تتجوز باسرع وقت، بالذات لو انت ملتزم، لان صدقني طول ما انت مش متجوز هيجي عليك يوم وهتفتن. خدها قاعده مني، فلازم تتجوز. وزي ما اتفقنا الموضوع دوت بالراجل بيسبب له الم شديد قوي، ممكن كمان الم نفسي. لكن البنت مش قوي. انا عارف البنت برضه عندها شهوه، عشان محدش يقول لي انت مش حاسس بينا، انا عارف، لكن مش زي الراجل. وده على فكره طبيعي. لازم الراجل بالنسبه لي الحاجات دي تبقى درجه اولى، لان البنات اولا بيبحثوا عن الحب، والرجاله بيبحثوا عن البنت ذات نفسها. دي حاجه ما تعبناش، لان احنا لا مؤاخذه رجاله قوي. يعني من الاخر كده انت مش هتحس بالرجاله غير لما تكوني راجل الاول، غير لما هرمون التستوستيرون يبقى في جسمك الاول. لان في فعلا واحده قبل كده جربت حياه الرجاله، ما اعرفش حاولت نفسها راجل لو عملت تستوستيرون في جسمها، ما اعرفش عملت ايه، قالت هي فعلا حياه الرجاله صعبه قوي. يعني انت مثلا لو انت لابسه لبس ملفت، هو فعلا ممكن يكون في رجاله كتير قوي انت فتنتيهم وانت مش واخده بالك. وانت على فكره ممكن تكوني محترمه، انت ما تقصديش تفتن حد، لان انت فكري كبنت، انت مش عارفه الراجل بيحس بايه. انت مثلا ما فيش حاجه اسمها راجل وسيم ولابس كفته كده وشيك يمشي يفتن البنات كلها تفضل تفكر فيها تتجنن عليه. ما فيش كده، غير نادرا. بنت حتى لو جمالها متوسط بسهوله ممكن تعمل كده. حتى في مثل بيقول البنت ممكن تفتن 100 راجل، لكن الراجل ممكن ما يفتنش ولا واحده. موضوع الشهوه دوت بالذات بيخلي الراجل دايما انه يفكر في البنات، بالذات لو هو في بيئه فيها فتن كتيره او في نفس العصر دوت. يعني الراجل مثلا تلاقيه ممكن اغلب يومه ممكن تلاقيه بيفكر في البنات، بيفكر انه يتجوز. الحاجات دي لما تزيد عنده ممكن تفكيره يقل شويه. حتى في دراسه اتعملت قبل كده في المدارس، ما اعرفش من كام سنه، لا خلوا العيال يشوفوا صور عريانه، صور بنات عريانه، ويقولوا كل ما الست كانت عريانه اكتر كل ما اجاباتهم كانت غلط، اجاباتهم في الامتحان. متخيل؟ عشان كده ممكن تلاقي البنات هم يعني اشطر في الجامعه، بيذاكروا كويس، دماغهم اصفى شويه، لكن الراجل حياته اصعب بكتير. وده على فكره حاجه خطيره، لان الراجل هو اللي مطالب يخترع ويبقى مبدع ويبقى قائد ويساعد البشريه. اللي اخترع الغساله راجل، واللي اخترع المكوى راجل، واللي اخترع الثلاجه انت بتستخدميها برضه راجل. فتخيلي الراجل دوت دايما تفكيره في البنات. ولازم تعرفي كمان ان الراجل اصلا بالنسبه لك وسيله مش غايه، اما الراجل انت بالنسبه له غايه مش وسيله. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه الراجل بالنسبه لك ممكن مثلا تعالي تتجوزي علشان تخلصي من اهلك، يا ريت الادب انت، يقعدك من الشغل، يصرف عليكي، يحسسك بالامان. فالراجل بالنسبه لك وسيله. لكن احنا كرجاله انتوا يا بنات بالنسبه لنا غايه بحد ذاتها. احنا بنشتغل علشانكم انتوا، احنا عايزينكم انتوا. علشان كده لازم عشان تخلي مراتك تحبك، اولا الفلوس، ثانيا العاطفه، ثالثا الجنس. اولا الفلوس عشان تحسسها بالامان وتعرف تصرف عليها، دي اهم حاجه طبعا. ثانيا العاطفه، انك تقول لها كلام حلو، انت النهارده حلوه، انت اللبس ده عليكي، وزي وزي ده. بعد كده طبعا السرير. في الجواز طبعا الجواز هتروح النار، غير كده هتروح النار. اما الراجل بقى هو عايز منك اولا السرير، بعد كده العاطفه. لان انت على فكره كبنت ممكن تحبي واحد قوي وتوصلي بيه لدرجه الهيام من غير ما يلمسك على فكره عادي. لكن اقول لك ان الراجل عشان يوصل لنفس الدرجه ديت محتاج اولا انه بعد الجواز طبعا تسلموا له جسم، لان انت زي ما قلنا بالترتيب الحب، بعد كده السرير، ده عند الراجل السرير، بعد كده هيجي الحب. قدرات الادب احنا على فكره صح ما تربيناش، انا عارف، بس استحملينا احنا رجاله نعمل ايه؟ رجاله ربنا خلقنا كده. عشان كده معظم البنات ممكن تقول هو الراجل هيستفاد ايه يعني لما يعكسني؟ هيستفاد ايه يعني لما يبص عليا؟ ما تبص قدامك يا حيوان. انت عندك حق، ما تبص قدامك يا حيوان فعلا. لكن طبعا انا مش ببرر، لكن لازم تعرفي ان الراجل ده كائن غيرك تماما. ده كوكب هنا وانت الكوكب بتاعك هنا، عشان تفهموا بعض. عشان كده حرفيا عشان تفهموا بعض انت لازم تاخدوا كورسات على اليوتيوب، صدقني لازم تعمل كده. وانت برضه لازم تفهمي عن الرجاله، لان الموضوع فعلا محتاجين تفهموا بعض. لما تتجوزوا ما يحصلش طلاق بقى والدنيا تبوظ ولا ايه يا اما. وعايز ازود حاجه كمان عشان تفهمي برضه ان حياه الرجاله اصعب منك في الحته دي بالذات. ان انت مثلا عملت حاجه بسيطه جدا ضحكتي بصوت عالي، او انت مثلا جايه مثلا مطبقه من امبارح بالليل، اما لو كنت مساعد امك في المطبخ كنت هتعملي ايه؟ فانت بقى جايه كده مثلا عماله تتمطعي وتعملي كده وتعملي كده، انت بالنسبه لك مثيره. ايوه هو شافك مثيره وانت بتعملي كده، لان الراجل مادي. لكن انا قعدت اعمل كده وكده ولا واحده هتعبرني. فاتمنى يا بنات ان قدرت افيدكم وقدرت اعرفكم ليه الرجاله عاملين كده، عشان تعرفوا برضو تتعاملوا وبتاع. واهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولازم افهمك ان اليوتيوب للاسف ما فتحليش ميزه الدعم، فعقبال ما افتح الميزه ديت يا ريت تدعمني على بيبال لو تقدر. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام يا اختي.